السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن صحة واحسن حال وراحة بال من رب العالمين. فيديو النهاردة بإذن الله كده هنتكلم عن شوية حاجات كده. ازاي تبدأي تنظيفات العيد. كل سنة وانتم طيبين، محدش يقول بدري ليه كده. مش بدري خلاص، يعني كلها كام يوم كده على العيد. فمش عايزين بقى ايه يعني نيجي مرة واحدة كده نضغط نفسنا في التنظيفات. لما بتيجي تشتغلي مرة واحدة طبعا بيكون الموضوع مرهق، بيكون الموضوع متعب جدا. فلما نبدأ من دلوقتي وناخد كل يوم كده حاجة تعمليها أو حاجتين، فطبعا بتيجي كده يعني بتخلصي في كام يوم، بتيجي في أواخر كده رمضان بتلاقي نفسك كده خلاص قاعدة فاضية، مفيش أي حاجة تاني تعمليها. الدنيا تمام. وطبعا ما تنسيش ان لسه في مشتريات للعيد، بتبقى طبعا ملابس لو لسه ما جبتش لبس العيد. مشتريات طبعا للبيت لو لسه برضو. طبعا بنيجي في الاواخر كده طبعا بنجيب حاجة البيت. الناس بقى ايه بتجيب بقى حاجة البيت ومشتريات البيت من خضار للحوم، الحاجات دي كلها. فطبعا وطبعا ده غير ما احنا مش عايزين نضيع شهر الصوم والعبادة في التنظيفات ولبس العيد والشراء والنزول والطلوع. فاحنا بنبدأ من دلوقتي، ما نضغطش على نفسنا. تمام. فطبعا اول حاجة هنعملها في التنظيفات ان انت هتعملي لما تيجي تعملي مثلا لو هنبتدي بناخد الحاجات اللي ممكن ايه بتكون ايه صعبة شوية وبتاخد وقت مننا. فهنبدأ مثلا هنبدأ بالدواليب. بالدولاب، اذا كان دولاب اوضه الاطفال، اذا كان دولاب اوضه النوم. فهنبدا بالدولاب. فانت لما تيجي تبداي بالدولاب طبعا هتيجي كده لو فوق الدولاب عندك حاجه هتبداي كده ان انت تنزليها. فهتبداي تنزلي بقى الحاجات كده اللي فوق الدولاب عندك. ويبقوا ماشيه كده تنضفي كل حاجه، لو شايله بقى مفارش، شايله اي حاجه فوق الدولاب تنزليها كده وتنضفيها كده بالراحه عشان ما تبهدلكيش الدنيا. وبعد كده تمسكي كده فرشه كده وجاروف اللي هما بيبقوا الصغيرين دولت، وتبداي ان انت تنضفي فوق الدولاب. فطبعا لما بنيجي بنبدا طبعا ان احنا ننضف المكان من الاعلى بعد كده ايه للمكان ايه اسفل. يعني لازم تبداي بالحاجه اللي بتبقى عاليه. وطبعا قبل ما تبداي ان انت مثلا تنضفي فوق الدولاب تكوني كمان اول حاجه بداتي فيها ان انت تزعفي الحيطان. لو مثلا عندك الحيطان لازم تتزعف، فطبعا لازم تزعفيها الاول عشان لما تيجي تنضفي ما فيش حاجة. بعد ما تنضفي الأرضية أو أي حاجة أو الحيطان، تيجي مثلا تعملي سقف الحيطة. السقف ينزل مثلا عين كبوت، ينزل مثلا أتربة، ينزل أي حاجة. فانتي كده تعتبر الدنيا بتتسخ معاكي تاني. فلما نيجي هنبدأ طبعا بالسقف. فنيجي نزعف. عندك مروحة سقف برضو تبدأي ان انتي تلمعيها، تنضفيها وتلمعيها. هنبدأ بقى زي ما قلت لك. خلاص كده عملتي سقف الحيطان، عملتي المراوح. هنيجي طبعا احنا بناخد طبعا الحاجات اللي بتكون دايما في الاعلى. تمام. بتيجي طبعا تنزلي طبعا الحاجه زي ما قلت لك اللي فوق دولاب اوضه الاطفال وتنضفيها وترجعها تاني مكانها. هنيجي بقى لدولاب اوضه الاطفال. طبعا بتنزلي رف رف كده. وتبداي ان انتي تطبقيه بشكل كده منظم وشكل حلو. وتمام. وتيجي ترصي الظرف بشكل منظم وشكل مرتب كده. تمام. خلاص كده احنا خلصنا فوق الدولاب، خلصنا زعفنا الأوضة، عملنا المروحة بتاعت الأوضة، خلصنا الدولاب وفوق الدولاب. طبعا هنيجي بقى ايه نمسك الخشب بتاع الدولاب كله نلمعه بشوية كده ايه مية وليمون وخل. واي كده واي كده ايه نقطة زيت زيتون كده بسيطة. وتبدأي كده ايه تلمعي الخشب معاكي هيلمع ويبقى حلو جدا. الخلطة دي جميلة جدا. جربيها للأخشاب حلو قوي. تمام. كده خلاص احنا خلصنا تلميع الأخشاب كمان. هنيجي بقى نيجي للستاير. تنزلي الستاير بتاعتك وتبدأي طبعا انتي تغسليها. لو هتوديها مكوى تمام، لو عندك مكوى بخار تمام هتعرفي تكويها في البيت تمام. وتطبقيها كده بتطبيقه حلوه كده وتفرديها كده تطبيقه كبيره كده ومفروده في الدولاب. عشان لما تيجي احنا كده خلاص بقى غسلناها، مش هنرفع مش هنعلقها دلوقتي. هنيجي طبعا ساعة فرش العيد هنطلع الستاير ونعلقها. تمام. يبقى انت كده كمان خلصتي من ايه من غسيل الستاير. يعني انت كده بتبداي ان انت
الحاجات اللي بتبقى عايزه وقت ومجهود وغسيل بنبتدي بيها كمان الاول. تمام، خلاص كده احنا خلصنا الستاير، خلصنا المراوح، خلصنا السقف، خلصنا فوق الدولاب. هنلمع طبعا بقى ايه، لو تقدري كده بقى ايه تشيلي تحت السراير يبقى كان بيها، وطبعا ده الاحسن ان احنا نشيل تحت السراير وننضف. طبعا التنظيف لما بيكون كده بصراحة بقلب كده، وبتنضفي كده كل جزء في المكان، طبعا بتحسي بالنظافة. النظافة يعني طبعا مفيش كلام تاني، النظافة حلوة. لما بتنضفي بيبقى احسن، طبعا بتحسي حتى ان انت فعلا رواتي تروية عيد والدنيا نظيفة معاكي. هو طبعا عيد ومن غير عيد احنا لازم دايما ننضف. التنظيفة يعني ديت ان شاء الله حتى لو مرة كل شهر. فانت بتشيلي تحت السراير كده وتنضفي، لو في اي حاجه برضو بتطلعيها تنفضيها كده وتظبطيها. بتشيلي طبعا تحت السرير، وترجعي طبعا تمسحي كده وتحطي الحاجه. طبعا قبل ما تشيلي لو عندك مثلا حاجات تحت السراير، قبل طبعا ما تحطيها، طبعا لو الحيطان محتاجه ان هي تتصبن، طبعا صبني الحيطان بتاعتك بميه كده وحبه مسحوق كده، حبه مسحوق سايل، اي نوع كده مسحوق كده سايل، ومعاه كده كلوروكس الوان، اللي هو برضو الساب من عند بتاع الصابون، حلو جدا. بس انا بقول لك كلوروكس الوان، ما تجيبيش ابيض عشان ما يبوظش الحيطان عندك وتندمي بعد كده. فهاتي كلوروكس الوان ونضفي كده اي بقعه عندك في الحيطان، اي حاجه. تمام، خلاص يبقى احنا كده صبنا الحيطان، عملنا كل حاجه. طبعا تحت السرير بقى خلاص نضفتيه والدنيا تمام. هتيجي بقى الاخشاب بتاعت السراير بتاعت الاطفال مثلا، كل دوت احنا بنتكلم في اوضه الاطفال. هتيجي تلمعي الدواليب، قصدي السراير بتاعت اوضه الاطفال، هتلمعيها تلميعه كويسه جدا. لو في بقى في كومودينو او كومود، طبعا برضو بتلمعيه. لو عندك اي مثلا كركبه، بلاش اي حاجه فيها كركبه. اي حاجه تحس ان هي هتكركب لك الدنيا ارميها، بلاش يعني ايه زحمه وكركبه على الفاضي. كل ما تكون الدنيا اروق من حواليكي كل طبعا ما تكون احسن. فبلاش كركبه ونشيلها ونرجع تاني نحطها وتكركب لنا الدنيا ونرجع تاني. فبلاش نستغنى طبعا عن اي حاجه بتعمل لنا كركبه في البيت، طبعا ده احسن شيء. خلاص خلصنا اوضه الاطفال والدنيا تمام، غسلنا السجاد بتاع اوضه الاطفال، طبعا مش هيتفرش. لو عندك غيار تاني تمام، تمام. مفيش غيار غيار فرش سجاد، يبقى اغسلي السجاد اللي عندك لحد ما ربنا يسهل وتجيبي غيار تاني للسجاد. تمام، خلاص كده خلصنا اوضه الاطفال. طبعا اكتر حاجه بتبقى برضو بتاخد وقت، لو انت مش عايزه تخلصي اوضه الاطفال كلها مره واحده، فممكن تبداي زي ما قلت لك، ممكن تعملي ايه الدولاب والستاير وتستكفي بكده لحد ايه ما تيجي تنظيفه العيد، اللي هو مثلا ايه خلاص انا هفرش يوم مثلا الوقفه، قبل الوقفه بيوم طبعا يكون احسن، عشان يوم الوقفه كده تكوني ايه قاعده فاضيه ومش تعبانه، لا انت مخلصه وقاعده وخلاص والحمد لله، وقاعده ايه ومستنيه العيد والحمد لله. هتعملي الدولاب، هتعملي مثلا الارضيه كده تلميعه بسيطه، هنغسل السجاده، هنغسل الستاير، وهنيجي بقى ايه ساعه ايه قبل الوقفه كده بيوم هنمسح المسحه بقى تمام، ونفرش فرش السجاد وفرش السراير وفرش الستاير، وهنلمع تلميع كده ايه بتاع تاني كده ايه يعني تلميعه سريعه كده. انت طبعا بقى عامله كل حاجه تلميعه كده سريعه. تعالي برضو اكتر حاجه بتاخد وقت وممكن تبتدي بيها قبل اي شيء هو المطبخ. المطبخ من الحاجات اللي بتاخد وقت جامد جدا، فابدأي تنظيف للمطبخ بتاعك. المطبخ كده تبدأي برضو من فوق، تلمعي كده المطبخ طبعا تيجي كده تاخدي المطبخ طبعا من فوق، تنضفي فوق المطبخ، تصبني الحيطان، تروقي المطبخ بتاعك، قلب المطبخ بتاعك كله تكوني مروقاه. طبعا تشيلي طبعا كل حاجة في قلب المطبخ، وتجيبي برضو فوطة كده وتعملي كده برضو شوية صابون كده، شوية خل، شوية مية وتلمعي برضو قلب الدولاب. وبعد كده طبعا بفوطة ناشفة، بعد كده أي حاجة بتلمعيها بمية لازم ضروري فوطة ناشفة تلمعي بعديها، تمام ضروري. طبعا كده خلاص قلب المطبخ كله تمام، فوق المطبخ تمام، الحيطان خلاص صبنتيها صبنتي السيراميك بتاعك، اذا كان بقى سيراميك اذا كان حيطه، اي حاجه طبعا بتنضفيها. كده خلاص احنا خلصنا المطبخ بتاعنا. مواعيننا طبعا اول باول، غسيل اول باول.
عشان يبقى بس على فرش العيد. طبعا بوتاجازك نضيف زي الفل. كل حاجه في المطبخ، ميكروويف، عندك ميكروويف، عندك اجهزه عايزه تتنضف، اي حاجه عايزه تتنضف نضفيها. خلصنا كل حاجه في المطبخ تمام. طبعا سجاد الشقه، مش بتكلم على سجاد اوضه الاطفال بس، انا بتكلم على السجاد بتاع الشقه كله، سجاد الشقه كله، ستاير الشقه كلها، كله مره واحده تغسليه كده. عندك الستاير نظيفه، السجاد نظيف، المطبخ كده خلاص نظيف، اوضه الاطفال نظيفه، كل حاجه نظيفه. تمام. هي صبني الشقه كلها. خلاص كده، يعني سهلي عليكي الدنيا، بحيث ان انت من هنا لحد يوم قبل الوفاة بيوم تكوني مخلصه كل حاجه، وفي نفس الوقت متغطيش على نفسك تعب مره واحده او يوم واحد او يومين ورا بعض. انت لسه معاكي وقت من النهارده اهوت باذن الله لحد قبل الوفاة بيوم، معاكي كذا يوم انت تقدري تخلصي فيهم